غدا تصدر الحلقة الأولى من أقوى مسلسلات 2026. لو كنت من عشاق صراع العروش، هذا المسلسل جاي لحتى يذكرك بأيام الزمن الجميل. كثير من الناس عم بتقول إنه من المفترض يكون أقوى من هاوس أوف دراجون ذات نفسه. كل الناس منتظرة هذا المسلسل على أحر من الجمر. طبعا يا صديقي، إننا نتكلم عن مسلسل فارس من الممالك السبع، A Knight of the Seven Kingdoms. قصة المسلسل باختصار تتكلم عن السير دانكن الطويل وتلميذه، حيطلعوا برحلة بأرجاء ويستروس، تحديدا أثناء سيطرة التارجيريانز على العرش الحديدي. طيب، هل راح نشوف حرب على العرش الحديدي؟ لا. هل راح نشوف التارجيريانز؟ كمان لا. طيب يا ترى راح نشوف تنانين؟ كمان لا. الفكرة انه هذا المسلسل راح يفرجيك قصة مختلفة من وجهة نظر مختلفة تماما، فرح ندخل لجوا ويستروس على الأحياء ذات نفسها ونشوف القصص اللي بتصير جوا عن طريق رحلة السير دانكن الطويل مع تلميذه. هذا هو الشيء الرئيسي يلي بدنا نتفرج عليه بأحداث هذا المسلسل. بعرف كذا واحد قارئ الرواية وقال انه لو تم اقتباسها بأفضل طريقة ممكنة، حرفيا ممكن يطلع مسلسل أحسن من جيم اوف ثرونز. يعني لهي الدرجة المسلسل منتظر. كل يوم أحد رح تنعرض حلقة جديدة من هذا المسلسل، وبشكل رسمي تم تجديده لموسم ثاني. انتم اكتبوا لي تحت بالكومنتات، هل عم تستنوا هذا المسلسل ولا لا؟